هل عمرك حبيت حد لدرجة إنك حاسس إنك مش عارف تعيش من غيره؟ هل بتتعلق بحد لدرجة إنك بتنسى نفسك تماما وبتخاف يفرقك حتى لو كانت العلاقة مؤذية؟ لو ده بيحصل فدي مش رومانسية زيادة خالص، ده عقدة نفسية اسمها التعلق المرضي. تخيل معايا كده بنت كانت في علاقة بقالها سنتين، حبيبها بيتجاهلها وبيسيطر عليها وممكن يكون عنيف كمان ومؤذي ليها وبيضطهدها بشكل مستمر، بيغيب كتير قوي عنها وبيرجع يقول لها كنت مشغول، يختفي ويظهر فجأة، وكل ما تفتكر تبعد بتحس انها بتنهار، تقول أنا عارفة إنه بيظلمني بس مش عارفة أعيش من غيره، ما أقدرش أعيش من غيره. البنت دي كانت شايفة حياتها كلها فيه، ولو اختفى هي مش بس هتخسره، هي هتخسر إحساسها بوجودها. يا ترى البنت دي كانت بتمر بإيه؟ بتمر بالتعلق المرضي ده. الشخص بيكون معتمد نفسيا على وجود حد معين وبيحس ان قيمته وسعادته وامانه كلهم في شخص واحد، ولو الشخص ده بعد بيحصل انهيار، وده مختلف تماما عن الحب الصحي. لان في التعلق المرضي انت مش بتحب الشخص، انت محتاجه عشان تهرب من فراغ جواك. في دراسة اتنشرت سنة 2021 الباحثين لقوا إن الأشخاص اللي بيعانوا من التعلق المرضي عندهم نشاط زائد في مناطق في المخ مسؤولة عن الألم والفقد ونقص في التحكم العاطفي، وبيظهر ده أكتر عند الناس اللي مروا بحرمان عاطفي في الطفولة أو اتربوا في بيئة غير مستقرة. طب يا ترى ايه الاسباب اللي بتخلي ده يحصل؟ اما تربية فيها حب مشروط، او فقدان احد الوالدين من بدري، او الاهمال العاطفي، او عدم بناء هوية ذاتية واضحة، او مشاكل في التعليم وعدم وصول الى حالة نفسية مستقرة، او علاقة سابقة كسرتك وخلتك تدور على التعويض بأي طريقة. وقتها العقل بيتعلم ان هو مش كفاية، أنا مش كفاية لوحدي، لازم حد يضمن لي إني محبوب ومقبول. طب يا ترى إيه الحلول؟ أول حاجة، افهم الفرق بين الحب والاعتماد العاطفي. 2، قوي علاقاتك بنفسك ومارس هواياتك وطور استقلالك. ورقم 3، حدد احتياجاتك من العلاقة واطلبها من غير ما تستجديها. ورقم 4، اكتب كل يوم 3 حاجات بتحبها في نفسك بعيدا عن أي شخص. ورقم 5، لو لقيت نفسك بتكرر نفس النمط ومش قادر تبعد عن علاقة مؤذية،